السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواني اخواتي احبائي، اتمنى ان تكونون بخير وصحة وسلام دائما يا رب. اليوم راح اقدم لكم اكلة عراقية شهيرة ومميزة، وهي اكلة شعبية اسمها الدورمة العراقية. اليوم راح نعملها بطريقة الموصلية. مثل ما تعرفون في كل بلدان العالم، يعني في أي بلد الشمال يختلف عن الوسط عن الجنوب وهكذا من محافظة إلى أخرى، لكن أكو مشتركات أساسية. فاليوم راح أعمل لكم الدورمة على الطريقة الموصلية. أنا أخذت لحم غنم، طابق مال غنم أو ضلوع مال غنم، وثرمتها باليد بالسكين. طبعا افضل انه اللحم يثرم باليد افضل ما ان يستخدم ماكينه ثرم اللحم، لانه راح يكون الطعم اكثر. يعني انا عن تجربه مستخدم لحم مثروم بالماكينه ومستخدم اللحم اللي اثرمه باليد، فصدقوني الطعم راح يختلف. اتمنى ان تتبعون هذه الطريقه، نعم تاخذ وقت لكن راح تحصلون على نتائج افضل. ايضا استخدمت كوبين او قدحين بهذا الحجم من الرز. فقط غسلت الرز بالماء ونشرته من الماء ورجعته، يعني بدون ما انقعه لفتره ربع ساعه او الى اخره. انا افضل مجرد ان يغسل الرز ويترك على جنب. عندي ايضا الخضروات اللي راح استخدمها اليوم هي فلفل خشن حلو، وفلفل ايضا طولاني ايضا فلفل حلو، وطماطة وبصل بنفسجي وبصل أبيض، وبالإضافة إلى الباذنجان والشجر أو القرع أو الكوسة أو حجي أحمد، قسم من المحافظات يسمون هذه المادة. وبعدين أخذت المحتويات مال اللب مال الباذنجان ومال القرع ومال البصل، كل واحد رجعت ثرمته. هذا مال الباذنجان، هذا مال الشجر أو القرع، وهذا مال البصل. هذول ايضا راح استخدمهم بالخلطه على مود يعطون نكهه طيبه. واستخدمت ايضا طماطتين، بصراحه ما ثرمتهم بالسكين، ممكن ما ينثرمون بالسكين بس انا ضربتهم بالخلاط. وايضا راح نستخدم راس كامل من الثوم. الثوم جدا مهم في اكله الدورمه، يعطي نكهه طبعا بالاضافه الى فوائد الصحيه. وايضا اكو مساله اختياريه، اتمنى ان تجربون هذه الطريقه. حتى اللي ما يحب الفلفل الحار، هذا فلفل حار راح انعمه شويه بعد اكثر بالسكين. هذا راح ينطي نكهه، ما راح يعني يجعل الدورمه حاره او حاده، وانما فقط راح ينطي لسعه من النكهه اللي اتمنى ان تجربوها وراح تشوفون نتائجها. عندي ايضا معجون الطماطم بحدود 3 ملاعق طعام. وعندي ايضا راح استخدم الباقلاء الخضراء الفريش، وايضا قطعت حلقات من الباذنجان، هذه ايضا للتزيين. عندي البهارات. الدورمه الموصليه بشكل عام فقط تستخدم الفلفل الاسود زائدا اللمندوزي وملح الطعام. واكو ايضا اضافات مثلا دبس الرمان ايضا يجعل الدورمه بشكل يعني طيب، بس انا اليوم راح استخدم خلاصه دبس تمر الهند. هذه ما اعرف اذا متوفره عندكم ببلدكم تقدرون تشتروها، واذا ما متوفره ايضا ممكن تستخدمون تمر الهند الخشن، تنقعونه بماء حار لمده ساعه او ساعتين وتصفوه وتستخدموه. يعني كميه بحدود ملعقه الى ملعقتين طعام لزياده النكهه، وايضا يعني اعطاء لون جميل للدورمه. بالنسبه للسلق وورق العنب او العغيش، انا اليوم حبيت ان نستخدم المادتين. هي ممكن انه نستخدم فقط السلق او نستخدم ورق العنب او العغيش، بس انا اليوم راح استخدمهم اثنينهم ل يعني التزيين وبنفس الوقت حتى تجربوها وتشوفون. عندي الضلع مال طابق الغنم اذا تلاحظون، هذا بي ايضا نسبة لحم ونسبة دهن. هذا راح اخلينه على الطباخ طبعا بدون ما اخلي اي ملح علينه، لانه الملح وبقية البهارات راح كلها تتوزع بشكل متساوي من اكمل الخلطة. العصارة راح تتوزع على الجميع، فهذا راح اخلينه على الطباخ
الغاية فقط أنه بس أحصل على اللون ذهبي أو يتشوح مثل ما نقول بالعراقي، وبعدها راح أرجع أعملكم الخلطة ونبدأ بإعداد دست الدولمة. كونوا معي. هسه أحبائي بعد حوالي 5 دقائق إذا تلاحظون بدأت يعني راح أقلب الأبنور مع الغنم، وتشوفون أنه أنا فقط أريد أحصل على هذا اللون، يعني ما إلا يستوي ينضج، لا أنا ما أريد ينضج لأنه هو راح ينضج بالطبخ. زين، وبعد ما يصير هذا اللون عندي راح أطفي الطباخ وأخليه يبرد على ما أحضر الخلطة مال الدولمة، وراح أرجع لكم بعد قليل إن شاء الله. الآن بعد ما تشوح اللحم وصار لونه ذهبي، لون كلش جميل، راح نعمل الآن على تحضير الخلطة مال الدولمة. فأول شيء راح أجيب لحم الغنم وخلينه بصينية أو ماعون اللي راح أعمل بيه الخلطة. فأخلي لحم الغنم كليته، وإذا تلاحظون نسبة السمن الدهن، لأن ما راح أستخدم زيت نهائيا. أما إذا كان نسبة الدهن قليلة فبإمكانكم أن تستخدمون زيت الطعام. بعدها راح أخلي التمن بعد ما خلينا الرز أو التمن راح أجي على الحشوات مال البصل اللي ثغرناه أيضا بالسكين، وعندي أيضا الكوسة أو الشجر أو القوع أو حج أحمد أيضا راح أخليها. وبعدين أجي على هاي الطماطة اللي أيضا ثغنتوها، أيضا هاي راح تعطي نكهة. والباذنجان أيضا، لب الباذنجان أيضا راح أخليه بهذا الشكل. وعندي الثوم، هذا الثوم أيضا، هذا كله راح، طبعا ريحة الثوم يعني رائحة كلش طيبة وجميلة. هذا الفلفل الحار، وأيضا أكرر نفس الملاحظة، هذا الفلفل الحار ما راح يخلي الدولمة تكون حارة أو حادة، هذا فقط راح ينطي نكهة. أتمنى تجربوها بكمية قليلة، يعني مثل ما حوالي يعني قطعتين صغار. وعندي أيضا معجون الطماطة، وأعتقد إخواننا بسوريا يسمونه دبس البندورة. وهسه نجي على دبس تمر الهند، يعني حوالي ملعقة طعام، هذه فقط، هذه لأجل النكهة. أتمنى تجربوها وما راح تخسرون أي شيء. هسه نجي على الفلفل الأسود، هذا الفلفل الأسود، هذا الليمندوزي، وهذا الملح. بالنسبة للملح يعني طبعا احنا بعد ما نعمل الخلطة وراح تشوفوها ان شاء الله، احنا وعلى النار اول غلوة من يطلع شوية عصارة الدولمة راح نذوق العصارة مال الدولمة، يعني الماء. فاذا كان يحتاج ملح نقدر نضيف له، واذا ملحه جيد طبعا لازم نضع بنظر الاعتبار انه يعني يكون نسبة من التبخر. ف يعني الملح تبقى حسب رغبة الإنسان، يعني يريد ملح زايد، يريد ملح قليل إلى آخره. فهسه راح أبدأ بخلط هذه المكونات كلها مثل ما تلاحظون بكل هدوء. طبعا ما راح أستخدم زيت نهائيا، لأنه أصلا هو اللحم دهين، يعني بين إنه نسبة دهن مقبولة واللي هي نريدها إحنا. زين، وبعد ما راح أكمل الخلطة راح أرجع لكم. أحبائي رجعت لكم مرة الأخرى. الآن بعد ما كملت الخلطة مال الدولمة
راح ابدا يعني خلينا نقول راح نلف هذه المواد كلها ونخليها ونطبخها. هسه قبل كل شيء راح اضع الباقلي الخضراء، الباقلاء هذه اخليها فوق اللحم بهذا الشكل. طبعا ممكن افرغها وبعدين اساويها. وايضا هاي الباقلاء ما بيها ملح، زين. وبعدين انتو راح تعرفون ليش ما خليت الملح. وهذه ايضا حلقات الباذنجان، يعني مجرد للزينة، وايضا يعني بنفس الوقت راح تنكل. بعد ما خلينا الباقلاء والحلقات الباذنجان راح ابدا اولا بالبصل. فالبصل يعني هذه خلينا نقول هذه حجم البصله. انتم حاولوا دائما يكون الحشوه مال الدولمه الى نصف البصله، يعني لا تترسوها. ليش؟ لانه تعرفون التمن ايضا راح ينضج وياخذ مساحه من حجم هذه، فراح بهذا الشكل. يعني هذه كلش كافيه، هذه الكميه كثير مليحه. وحاولوا انه يكون يعني البصل اي شيء يعني من تلفون يعني ما موجود تمن وكذا حتى لا يتوزع، وتضع بهذا الشكل. زين. هسه راح اسوي لكم فد نموذجين من البصل. هذا البنفسجي ايضا بنفس الطريقه، وراح اخليه هالشكل. وبعد ما اكمل البصل راح نبدا بالخضروات الاخرى. بعد ما كملنا البصل راح نحشي الباذنجان. وايضا الباذنجان بنفس الطريقه حاولوا انه لا يعني تخلون فراغ شويه، لانه هي من كيف راح تنترس بعد ما ينضج التمن والمحتويات اللي مع التمن الخلطه. وبهذه الطريقه صفطوها تخلوها ايضا. زين. بعد ما راح اكمل الباذنجان والشجر والقوع او الطماطة راح ارجع لكم واخليكم عشان تلفون ورق العنب والسلق. ف نجي على اخر شيء اللي هو ورق العنب العغيش وزائدا السلق. فاللفة تكون كلش بسيطة، يعني عمل العغيش اما بهاي الطريقة، وهذه من هون ترجعون تسدون الفتحة مالتها وتنلف بهذا الشكل، وهذا هو يكون شكله وصفطوها. السلق ايضا بعد ما نظفناه وغسلناه عن السلق، ايضا السلق بهذا السلق بعد اسهل يكون. ايضا مجرد انه رولة، يعني مجرد انه لف دائري وتخلوها بهذه الطريقة. راح ارجع لكم بعد ما اكمل يعني الدست. بعد ما كملنا لف الدولمة راح نخليها على الطباخ مثل ما تلاحظون. طبعا سابقا انا على زماني اذكر والدتي المرحومه كان قبل يستخدمون الاقراص حجريه، بالموصل نسميها طزوز. الغايه على مود يعني نقول الدولمه لا تتفلش او تبقى متماسكه. فالمهم احنا ما عندنا هذه الادوات، فراح نخلي صحن على مود تبقى متماسكه، ونرجع نخلي الغطاء مال الدست، ممكن علقنا الطباخ وراح ننتظر الى ان تغلي. وهسه مثل ما تلاحظون بدت الدولمة تغلي. طبعا شوية اضغط على الصحن على مود اشوف الماء مال الدولمة او العصارة، واذوق بهاي الحالة راح اذوق العصارة مال الدولمة الماء مالتها، ارشع اذا يحتاج ملح اضيف ملح او لا منجزي حتى اضيف قبل ما تنشف هذه العصارة. الله والله العظيم اتمنى تكونون معي. طبعا الخلطة كلش ممتازة، ملحها ممتاز، الحموضة معتدلة. راح انصي الطباخ على اقل على نار هادئة خلينا نقول، وبعد ما تستوي راح ارجع واشوفكم شكلها النهائي. مثل ما تلاحظون اخواني اخواتي، هذا بعد ما استوت الدولمة هذا هو شكلها النهائي. والان راح نفرغها بالصينية.
اخواني اخواتي احبائي، مثل ما تلاحظون الان استوت الدولمة وهذا هو الشكل النهائي. طبعا يعني بعد ما نضجت واستوت. انا اشكر متابعتكم واتمنى ان اسمع من عندكم اي مقترح او رأي، وان شاء الله نتواصل معكم بحلقات قادمة اخرى.